يا صباح الخير والفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله معانا روتين جامد جدا ومشجع قوي. شد حيلك كده وقومي وتنشطي وقومي يلا شوفي اللي وراكي، بلاش كسل. علشان هنعمل ايه النهارده؟ شوية شغل جامدين قوي. تعالوا معانا ندخل الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. اول حاجة طبعا لازم نعملها هي الفطار. بعد ما قمت من النوم حضرت فطار، قليت بطاطس وبتنجان وكوسة، وعملت طبق سلطة كده حلو، وأمرت رغيف بلدي كده من اللي أنا خبزاه الطري الجميل، وقعدنا ناكل والحمد لله كانت أكلة زي العسل وبألف هنا وشفا يا رب. بعد كده قمت دخلت على المطبخ. كنت هنا عاملة بريل. البريل ده عبارة عن كيس سائل وكيس بودر بيتجابوا كده جوه بعض، وبيتفضوا على مية وبيتقلبوا، وبيعمل معايا كمية كبيرة زي ما انتم شايفين اهو. عمل معايا كل الازايز دي، وفي نفس الوقت لسه في كمية تانية فاضلة معايا، هشوف لها اي حاجة تانية واعبيها. انا اول مرة اجيب النوع ده فقلت اجربه واشوف يعني هينفع معايا، هيبقى كويس ولا لا. بعد كده دخلت بقى اشوف حال المطبخ ايه. بسم الله ما شاء الله، المطبخ يضرب يقلب، مليان مواعين من كل حاجة واكل وصواني مكان العيال وحاجات ما شاء الله. كنت تعبانة فيه اليوم ده وسايبة كل حاجة، ما قدرتش اقوم اعمل حاجة. فصحيت تاني يوم على الحال وعلى المطبخ، علشان يعني ما قدرتش استحمله اكتر من كده. شجعت نفسي وشديت حيلي كده واستعنت بالله، وقمت على مطبخي. طبعا هشيل الاكل وهشيل البواقي والحاجات هرميها في الزبالة، علشان احط المواعين في الحوض ونبدأ مرحلة الغسيل. شغلت المية السخنة وجبت البريل اللي انا عملته علشان اجربه، وهديها بقى وهاتك يا دعك، وهغسل المواعين ايه كده لحد ما اتغسل انا من جوه. طبعا مش عايزه اقول لكم الغسيل بالميه السخنه في الشتاء حلو ازاي، بيفتح نفسك على غسيل المواعين وبيسهل عليكي كتير قوي في الغسيل، ما بيخليكيش كمان تكسلي من البرد والسقعه والكلام ده. فانا على طول ما بقدرش اغسل من غير الميه السخنه، بتساعدني وبتشجعني بصراحه يعني عشان جسمي بيبقى كاشش كده من البرد وببقى مش متشجعه. فاول ما بشغل الميه السخنه نفسي بتتفتح على الغسيل وما بحسش ان انا مكسله ولا اي حاجه. فلو انت عندك سخان، اكيد طبعا اغلبنا او معظم الناس الايام دي عندها سخانات، متفوتيش الفرصة دي، وشجعي نفسك بالمية السخنة واغسلي مواعينك. خلاص الحمد لله خلصت المواعين وشطبت الحوض. بس حطيت مواعين تتصفى عندي، هسيبها تتصفى كويس وتنشف من المية، وبعد كده هرجع ارصها. في جزء منها اتصفى ورصيته، ورجعت غسلت الجزء التاني وسيبته يتصفى. وخرجت بقى على الصالة، حطيت دور في الغسالة. عندي الغسيل متراكم عليا في السبت ومش راضي يخلص، فعايزة بقى اخلصه وانتعه بالسلامة. خلينا نخلص. شغلت على الغسالة وبصيت على الصالة، عندي كانت يعني متوضبة وكويسة، بس كانت الأرض مليانة فتافيت وحاجات كده عايزة تتكنس. فجبت المكنسة وقعدت أكنس بقى وانضف. قلت علشان يعني اسيبها متروقة ونضيفة واشوف اي حاجة تاني ورايا اعملها. طبعا اللي انا بعمله ده حاجات عادية جدا، يعني ده يعتبر هو ده اللي بنسميه روتين يومي. يعني لازم بيتعمل كل يوم، بغض النظر عن التنظيفات العميقة والشيل والحط والمسح والتلميع والحاجات دي. بس اقل حاجة في يومك هتعمليها لازم توضبي الشقة كده توضيب على الماشي. لو في كراكيب على جنب هنا ولا هنا بتشيليها، لو الانتريه مش متساوي بتسويه كده وتوضبيه توضيبة حلوة، وتكنسي الارض. ومعاكي شوية مواعين في الحوض هتغسليهم. هتوضبي السراير بتاعتك مثلا فيها فرش مكان ما كنتوا نايمين، هتطبقي الغطا. يعني الحاجات دي لازم هتعمليها في يومك. يعني ابسط حاجة حتى لو ما عندكيش اي حاجة تتعمل، بس لازم هتعملي الحاجات دي اللي انا بقولك عليها. لو انت ما عملتيش كده هتلاقي شقتك مكركبة ومبهدلة وحالها ما يعلم به الا ربنا. لان طبعا احنا معانا اطفال، والاطفال ما بتبطلش بهدلة. خلصت الصالة دخلت على المطبخ، كنت روقته وشلت المواعين مكانها، وغسلت البوتاجاز غسلة حلوة كده وسويت كل حاجة الحمد لله. هنا بقى انا هعمل لفت. كان عندي شوية لفت انا اشتريتهم او بعت حد يعني جابهم لي.
فحطيتهم على الحلة قصدي في الحلة يعني، وشغلت عليهم المية وسبتهم يتنقعوا شوية علشان لو طينة او اي حاجة فيهم يعني تطلع. ورحت صليت المغرب كان اذن ورجعت لهم تاني. غسلتهم هنا كويس قوي ونضفتهم زي ما انتوا شايفين اهو. وهبدأ بقى اقطعهم علشان نخللهم. القطاعة بتاعتي صغيرة مش سعفاني. ان شاء الله اجيب واحدة كبيرة احسن من كده عشان يعني يبقى تقطيعها سهل وتبقى حلوة. بس برضو تشكر يعني أدت الغرض وقطعتهم معايا وكانوا زي الفل الحمد لله. لو انت حابة تقطعيه بالسكينة عادي طبعا هتقطعيه لو انت مش عندك القطاعة دي. بس انا بحب شكله كده المشرشر. بحس ان هو ده المخلل وبيفتح نفسي على الاكل. لو متقطع تقطيع عادي ما بحبوش بصراحة. المهم انا هاخد العزال بتاعي ده وهروح اقعد في الاوضه في الارض لاني بصراحه تعبانه جدا ومش قادره اقف. وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو طبعا كان غسيل مواعين بالهبل. ونضفت المطبخ كله ولمعته والبوتاجاز وكنست الصاله ووضبت الشقه كلها تقريبا. وكان عندي هدوم نشرتها يعني كان يوم متعب جدا. ما قدرتش اجيب كل ده معاكم على قد ما قدرت يعني صورتلكم. بس لقيت نفسي تعبانه وظهري وجعني جدا فخدت العزال بتاعي ده ورحت بيه على الأوضة وقعدت بقى وتربعت علشان اقطعهم على رواقه. يعني الوقفه بصراحه صعبه جدا. حاولي وانتي في المطبخ الحاجه اللي ينفع تقعدي فيها اقعدي. ما تقفيش كتير علشان رجليكي خصوصا لو انتي تعبانه او في حاجه تعباكي يعني. حاولي ما تقفيش كتير والحاجه اللي ينفع تعمليها وانتي قاعده اعمليها عادي مفيش مشاكل. انا دلوقتي اهو خلاص قطعت الكميه كلها وريتها لكم اهي. وهبدا ان انا اعبي في البرطمانات. غسلت البرطمانات كويس بتاعتي وجبتها وهبدا اعبيها. طبعا ايدي نظيفه ومغسوله. وانا بعبي المخلل كده احاول مخليش فيه فراغات او فيه يعني هوا بين المخلل. هحاول احشره على قد ما اقدر لان ده سبب يعني في نجاح المخلل ان هو ما يبقاش فيه هوا يعني جواه او فيه فراغات. انا ما عنديش برطمان كبير. فحطيتهم عادي في برطمانات صغيرة. وقلت كده كده يعني انا مثلا اول ما هيستوي هشيله في التلاجة وهطلع منه بالكمية على قدي. مثلا هطلع بالبرطمان واستخدمه علشان ما ينفعش استخدمه كله مرة واحدة علشان ما يبصش مني. طبعا لما نيجي نستخدم المخلل ما نطلعش بايدينا نطلع بمعلقة او باي حاجة لان لو ايدينا اتحطت فيه ده هيخليه يبوظ ويعفن يعني مش هيبقى كويس خالص. هيعمل كده ريم ابيض وهيبقى مش كويس. ولو مخلل مثلا فاض مننا واكلين منه ما ينفعش برضو نرجعه تاني جوه البرطمان علشان تحافظي على المخلل بتاعك يعيش معاكي فترة كبيرة. يعني التزمي بالحاجات دي هتلاقيه فعلا كويس معاكي وما بيبصش بسرعة. هخلص كل الكمية دي طبعا وهعبيها وبعد كده هجيب معايا بنجراية هقطعها قطع صغيرة وهعبي عليها مية هضربها في الخلاط او في الكبة. مش هنعمها قوي خالص لحد ما تبقى زي العصير لا هسيبها كده مفتفتة. مفتفتة يعني فيها حبيبات كده. آه كده تمام. هجيب بعد كده معايا مية. هعبي مية على قد كمية المخلل اللي عندي. حطيت فيها الملح كل كوباية مية ليها معلقة من الملح. وهدوب طبعا الملح كويس جدا الاول وبعد كده احط عليه معلقة من السكر. السكر ده بيعتبر مادة حافظة للمخلل مش بيخليه يبوظ بسرعة وفي نفس الوقت بيخليه مقرمش وحلو ما بيخليهوش يتهري. واحط شوية من الخل لو انت حابة تاكلي المخلل بسرعة هيخليه يستوي معاكي اسرع. وهدوب الحاجات دي كلها في بعضها. وبعد كده هنزل عليهم بشوية البنجر اللي انا ضربته. ده هيدي المخلل اللون الاحمر الجميل اللي يفتح النفس كده على الاكل ويخليه شكله حلو وجميل. يعني خفت بصراحة اعمله على كده من غير بنجر ما يطلعش حلو ويطلع لونه باهت ووحش ويبقى خسارة تعبي فيه. فانا قلت كده كده عندي بنجر فهجرب الطريقة دي عشان يطلع معايا حلو ولونه احمر وجميل.
وفي نفس الوقت كمان البنجر مفيد علشان الأنيميا. هو كويس جدًا يعني حاولي تدخّليه في أغلب الأكلات بتاعتِك، لو أنتِ ما تقدريش تشربيه مثلًا مع العصير أو كده، حاولي تدخّليه في الأكلات اللي هي ما يبقاش طعمه باين فيها، زي مثلًا إنِّك تحطّي في الصلصة، تحطّي في التقلية بتاعة الطبيخ، أي حاجة لونها أحمر وحابة تحطّي فيها حطّي علشان تستفيدي من الفايدة بتاعته، يعني تاخدي الفايدة بتاعته. خلاص كده أنا عبيت كل الكمية بتاعتي، هابدأ أقفّل البرطمانات كويس جدًا، لو البرطمان بتاعِك ما بيقفلش حاولي تحطّي له كيس بلاستيك أو حاجة، المهم ما يدخلّهوش هوا. ولو أنتِ حابة تحطيه في الشمس يومين أو 3 حطيه زي ما باشوف أو باسمع إن هُم بيحطوه كده. أنا قُلت لكم إني أنا أول مرّة أعمل مخلل الليفت، ف يعني فأول مرّة أعرفه، فمش هاقول لكم إن أنا أستاذة فيه. هاشوفه دلوقتي هيبقى إيه وهاقول لكم إذا كان طلع كويس والّا وِحِش وبأمانة مش هاكدب عليكم. خلصنا من المخلل خلاص، هادخل بقى إيه هنعمل أكل، لإن أنا زي ما قُلت لكم طول النهار بقى شغل في البيت، فما عملتش أكل، عايزين نتعشى بقى مش هننام جعانين بعد التعب ده كله. كان عندي حتتين فراخ أو حتتين من صدر الفرخة، قطعتهم قطع صغيرة وحطيت عليهم ملح وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكاري وجنزبيل وكل البهارات الحلوة اللي عندنا، وقلبتهم كويس. وبعد كده قطعت بصلة أو بصلتين صغيرين قطع صغيرة وحطيتهم على النار وحطيت لهم ملح، وهشوحهم تشويحة خفيفة كده، مش هاحمّرهم كتير علشان تبقى الأكلة حلوة وخفيفة. وأول ما يدبلوا شوية هانزل عليهم بالفراخ، وهابدأ إن أنا أقلّب كويس جدًا. طبعًا الفراخ متّبلة مش محتاجة أحط بهارات ولا أي حاجة. طبعًا أنتم مش عارفين دلوقتي أنا هاعمل إيه، أنا هاقول لكم دلوقتي أنا هاعمل بيتزا. قبل ما أبدأ في المخلل عجنت عجينة البيتزا وحطيتها في فرن البوتاجاز ودفيتها علشان تخمر. طبعا عجينة البيتزا لازم تخمر. وعلى بال ما عملت المخلل وعملت خلطة الفراخ بتاعتها كانت هي خمرت. وجبت العجينة زي ما انتم شايفين اهو، جبت صاج دهنته بالزيت وهبدأ ان انا اعمل دواير صغيرة. انا هعمل ميني بيتزا لاني بحبها اكتر من البيتزا اللي في الصواني، بحسها بتطلع احلى واطرى، وفي نفس الوقت بتبقى سهلة على العيال الصغيرة ان هم يمسكوها يعني في ايديهم وكده وياكلوها بدل ما نفضل نقطع والكلام ده. وهعمل برضو صينية تانية جنبي صينية يعني عادي علشان يعني هي بتنجز بصراحة بدل ما نفضل كده نكور بالقطع الصغيرة، احنا بنعملها على بعضها وبنخلص. انا طبعا عملت معاكم عجينة البيتزا اكتر من مرة على القناة، ولو حابين تسألوني على اي حاجة فيها اسألوني عادي. وبرضو انا هقول لكم على طريقة العجينة اتعملت ازاي. انا حطيت 4 كوبايات من الدقيق وحطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر وشوية من الملح وحطيت عليهم معلقة من الخميرة الفورية. ولو عندي حليب بودرة ممكن احط عادي بيخلي العجينة طرية وحلوة، بس انا عجنت بحليب لبن حليب يعني فمرضتش ان انا احط حاجة. وحطيت حليب لبن ودفيته، طبعا لازم يكون دافي علشان الخميرة بتاعتنا، وكمان احنا في الشتاء فلازم يعني الحاجة تكون دافية. وبعد كده عجنتهم كويس لحد ما العجينة بقت ناعمة معايا وسبتهم يخمروا. طبعا لو انتي ما عندكيش لبن وحابة تحطي مية عادي جدا عادي، ما تكلفيش نفسك والله هتطلع جميلة وزي الفل. لو كمان عندك مي لبن بودرة زي ما انا بقولك ممكن تحطي مية وتحطي معلقة او معلقتين لبن بودرة برضو هتطلع جميلة. فلو انتي برضو مش عندك لبن خالص مش مشكلة، ما تشيليش الهم. المهم ان احنا نعمل الاكلة ونعملها في البيت وتبقى نظيفة وتبقى تحت ايدينا وحلوة. زي ما انتم شايفين اهو خلصت تقطيع العجينة، وبعد كده حطيت عليها قطع من الطماطم انا مقطعاها صغيرة، وحطيت عليها الفراخ طبعا فيها بصل، وقطعت عليها شوية من الكزبرة كده وهي بتستوي عشان تديها ريحة جميلة. وبعد كده حطيت شرايح الزيتون، انا ما كترتش قوي لان ولادي مش بيحبوه،
فما بحبهوش كتير. وبعد كده هحط طبعا اخر حاجة من فوق الجبنة الموزاريلا، ولو عندك جبنة شيدر، جبنة رومي، اي انواع جبن وحابة تحطيها عادي جدا هتطلع جميلة. البيتزا اصلا حلاوتها في الجبن. وهناخد الصينية الحلوة دي نطلع بيها على الفرن على نار عالية، مش هتاخد معانا وقت، هتستوي بسرعة، خلي بالك عليها علشان مش بتاخد سوا. وهنا كانت استوت معانا وزي الفل، بسم الله ما شاء الله، طالعة طرية وجميلة وحلوة قوي وتفتح النفس ما شاء الله، اللهم بارك. ويعني انا كنت واقعة من الجوع، كنت خلاص جبت اخري، فيعني ما شاء الله طالعة تحفة، شايفين؟ طرية وحلوة قوي ما شاء الله، تفتح النفس على الأكل. اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، كانت جميلة قوي، تحفة ما شاء الله. تعالوا بقى اتفضلوا اتعشوا معانا. خلاص بقى الفيديو بتاعنا خلص، ما تنسيش بقى اللايك الجميل والاشتراك الحلو في القناة، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع الف الف سلامة، اترككم في رعاية الله.